السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. عندي اليوم جيتكم بوصفه معقوده المقليه باسرار نجاحها. هنا نمر مباشره الى طريقتي في التحضير. عندي كميه من البطاطا اللي كنت فورتها مش غليتها في الماء، ومن بعد من الطيب ما نخلوهاش حتى كاع تولي دايبه في الماء. كي تشد روحها وتشوفوها بلي راهي طابت، قلعوها خلوها حتى يخرج هذاك الفوار، ومن بعد عاد تمرسوها، باسكو الا مرستيها بها بالفوار راكي تمرسي في الماء معاها، لهذا من بعد راح ما تقدريش تشكليها. نضيفوا عليها كميه من الجبن، استعملوا اي نوع عندكم. هذاك الجبن راح يساعدك ملي تزيدي تمرسيها، راح يعطي هذيك لاسوبلس اوريو اللي ديروا عليها البيض من الداخل. بالنسبه للزيبيس، عندي كميه من الملح، الفلفل الاسود، كميه مليحه من الكمون والزعفران فقط باش يعطيني اللون. اللي تبغي تزيد معها الثوم، تزيد معها اي مكون موافق تستعمله ويعجبها تنجم ديره. هنا زيدي خلطي مليح، وهذه الطريقه اللي راني ندير فيها بلا ما ترتاح لك ني في الفريجيدير ني في الكونجيلاتور ني غيان، هذه مستحيل تنحلك في المقلاة. كما راكي تشوفي هنا خلطي كاع المكونات، خلطيهم مليح، وهنا راهي تقريبا بارده. ومن بعد رايحين نبدو نشكلوهم، تبغي شكل سيجار ولا شكل كرات اللي يكونوا متوسطين. اولا الا بغيتيها تكون مقرمشه كما انا راني دايرتها اليوم، تعطيك هذيك القشره اللي تتقرمش، راح ديري عليها البيض ومن بعد الفرينه. واذا بغيتيها تجيك سطح املس رايحه ديري الفرينه ومن بعد البيض. هنا هذه الكميه الثانيه وضعت فيها شويه معدنوس وشويه فلفل احمر. الطريقه الاولى انا رايحه ندير البيض ومن الفوق الفرينه باش تعطيني هذيك القشره، والشكل الثاني درت لها البيض ومن بعد درت لها السميد الرطب. السميد الرطب هو اللي يخلي لي يعني من الفوق تجيني فيها هذوك الحبيبات تاع السميد تولي مقرمشه، وفيها البنه تختلف تماما عن الاولى. هذه يعني السر الثاني الا بغيتوها تكون مقرمشه. كملوا كاع الحبيبات بنفس الطريقه، كاع ديرهم في البيض، نشفوهم مليح من البيض ومن بعد توطوها في الفرينه، وفي نفس الوقت تكونوا محضرين الزيت في مقلاة القلي، اللي الزيت ما تكونش يعني عامره بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش قليله. ديروها على حسب اللي تغطينا نصف الحبه تاع المعقوده. ديري الزيت في النار لازم تكون ساخنه جدا، ومن بعد تحطي عليها هذيك الكميه تاع المعقوده. تخلي النار مرتفعه. انا الكويزينيير تاعي ماهيش قويه بزاف، ولكن اللي تعرف باللي تكون قويه بزاف تنقص لها شوي، يعني ديرها بالنسبه ليها متوسطه، اما بالنسبه لي انا نديرها قويه. خلوها من تشوفوها باللي حكمت روحها وتحمرت شويه، اقلبوها، باسكو الا خليتوها من تحت حتى تتحمر بزاف وتيبس راح من الفوق هذيك البطاطا راح تجرى، يعني من تحت تولي خشينه ومن الفوق راح تنحل، من بعد كي تقلبيها تتخسر لك تماما في لا فورم تاعها. وهذه هي النتيجه سيداتي كما راكي تشوفي في الفيديو. ما شربتليش تماما الزيت، بورتو هنا راهي عاده ساخنه، ماكيش ما تحتاجي للبابي ابسوربون. وإلا عجبتك الوصفه خطي جيم واشتراك.